لسنين طويلة ملايين من الأطفال حوالين العالم استمتعوا بكرتون التليتابيز، مسلسل الأطفال الشهير اللي أنتجته قناة بي بي سي البريطانية. والمسلسل باختصار بيتكلم عن 4 شخصيات، وهما تينكر وينكر وديبسي ولالا وبو، ومعاهم الشمس الذهبية اللي فيها وش الطفل بيضحك. شخصيات التليتابيز اتميزت بأن كل شخصية كانت خاصة ومميزة عن غيرها. والشمس بقى اللي كانت بتطلع على أرض التليتابيز وتضحك دايما على عملهم كانت وش جيني سميث، واللي بقت من أكتر الوجوه شهرة في التلفزيون البريطاني، وبتعمل دور سان بيبي في المسلسل. عاش التليتابيز في مزرعة اسمها اللالا لاند، وكان مكان مبهج بيحبه الأطفال، وده اللي كان باين في البرنامج. ولكن للأسف الحقيقة غير كده، لأن قصة التليتابيز الحقيقية ممكن تدمر ذكريات الطفولة الجميلة لكتير من الناس. فاللالا لاند الحقيقية كانت معهد لاحتجاز المعاقين ذهنيا في دولة بلغاريا في أوروبا، والاسم الحقيقي للمكان ده غير معروف لحد النهاردة. والقصة الحقيقية اللي حصلت في سنة 1995، هناك حبسوا مجموعة من الأطفال في أوضة كبيرة ضلمة وبرد من غير أي رعاية، والمرة الوحيدة اللي في اليوم اللي كان بيزورهم فيها اللي شغالين في الرعاية بالمعهد كانوا بيضربوهم بدل ما يأكلوهم ويهتموا بيهم. أما بقى عن شخصيات مسلسل التليتابيز، مقتبسة من مجموعة أطفال كانوا موجودين في المكان ده وماتوا كلهم في نفس اليوم في ظروف مروعة. واحدة من الأطفال دي كانت اسمها لالا، وده معناه نوع من أنواع الزهور الجميلة. كان عندها تشوه في وشها خلته مشدود طول الوقت، فكان باين وكأنها بتبتسم على طول. وده في الأساس ما كانتش مشكلة كبيرة، كانت زي أي طفل عادي، لكن برضه حبسوها في الأوضة المرعبة دي لمدة 5 سنين، واللي هي كانت مدة حياتها. ده خلاها تفقد عقلها تماما، فكانت بترقص في الأوضة دي من غير موسيقى، ومقدرش تتكلم زي أي حد، بس كانت بتتمتم بكلمات مش مفهومة. عاشت حياتها كلها جوه الأوضة، ده خلى لون بشرتها تتحول للون الأصفر بسبب قلة ضوء الشمس. وكانت المسكينة برضو بتبتسم دايما، وحتى لما المسؤول برعايتها كسر رجلها علشان ما ترقصش تاني في الأوضة كانت بتبتسم. وحتى لما ربطوها في السرير برضو كانت بتبتسم. واحد من الأطفال التانيين اسمه توتي كان عنده 7 سنين، كان زي أي طفل منهم محبوس في الأوضة ما بيعملش حاجة غير إنه كان بيتمشى رايح جاي فيها وبيتكلم كلام مش مفهوم. وكانت جريمة توتي إنه كان بيعاني من السم والبكم. ولكن توتي ما كانش بيرقص زي لالا، ده كان أكتر عصبية وكان بيضرب راسه في الحيطة لدرجة إن ممكن الحيطة تتكسر من القوة. كانوا بياخدوه بره وبيربطوه في أسوار المعهد، من الرغم من شدة البرد بيسيبوه لفترات طويلة، لدرجة إنه أصيب بمرض اتحولت أطرافه للون الأزرق بسبب إنه مربوط في برد وتلج. وكان الحاجة المشتركة بينه وبين لالا إن هما كانوا بيبتسموا دايما، حتى لما لقوا نصه متجمد وكان هيموت كان بيبتسم. وحتى لما كسر الناس بتوع المعهد سنانه بعد ما عضهم فضل مبتسم برضه. وبيتقال إن الشخصية دي اللي اتعمل منها شخصية تينكي وينكي. أما بقى اللي بعده كان اسمه دونكا، وده اللي كان مشوه من يوم ما اتولد. كان عمره 6 سنين تقريبا، ولما مات بسبب إنه عاش نص حياته جعان، لأنه كان بيرمي أكله وإنه كان ضعيف جدا ما كانش قادر يمشي، ومحدش قدمله الرعاية الطبية. عشان كده قضى حياته وهو بيعاني من الجوع والحرقان اللي في الحلق والمعدة بسبب التقيؤ الدائم اللي كان عنده. وده هو مصدر الإلهام لشخصية ديبسي. وأخيرا الطفلة بولينا، ودي كانت الطفل الأصغر بين الأربعة اللي ماتوا، وكان عندها 3 سنين. وكانت قصتها مأساوية، بداية لما والدها ارتعب من لحظة ولادتها بسبب التشوه اللي في وشها. وفي يوم شتا بارد عملت بولينا خطأ بسيط، وهو إنها نامت جنب المستودع اللي بتحفظ فيه جذوع الأشجار اللي بيولعوهم عشان اللي شغالين في المعهد يتدفوا. فقاموا وهم سكرانين رامينها في نار التدفئة. صحت الطفلة على إحساس اللهب اللي بيحرق جسمها وصرخت، فسحبها المشرفين في المعهد، لكن اتصابت بحروق كبيرة ومؤلمة وعاشت بيها لحد ما ماتت. ودي كانت ملهمة شخصية بو. أما بقى سبب إن هما اتسموا التليتابيز، وده كان بسبب حبهم للتلفزيون، يعني ده كان الحاجة الوحيدة اللي بتساعدهم في المعهد. في يوم أمر المدير إن هما يشيلوا التلفزيون عشان الفواتير، ولما عرفوا الأطفال فكروا الأربعة إن هما لازم يسرقوا التلفزيون ويخبوه في الأوضة الجماعية اللي كانوا بيناموا فيها لأطفال المعهد، وكانوا خايفين جدا. فجات لهم فكرة مجنونة إن هما يبلعوا التلفزيون،
بعد ما يفكوه، لأن هما كانوا متعودين إن هما يبلعوا بعض الألعاب الصغيرة في بطنهم علشان يخبوها من المسؤولين اللي بياخدوها منهم. دخل المسؤول الصبح عشان يصحيهم، لقى الأطفال الأربعة في نص الأوضة ميتين، بطونهم ممزقة تماما والدم في كل مكان، وظافرهم مليانة دم ولحم بسبب إن هم حاولوا يفتحوا بطنهم. ودي كانت القصة المأساوية بتاعت التليتابيز. ولما عرف بعض أشرار منظمة الديب ويب بمأساة الأربع أطفال دول، خلاهم يمثلوا الشخصيات دي على الأطفال اللي بيخطفوهم، ويخلوهم يختاروا واحد من الشخصيات، والشخصية اللي يختارها يتعذب بنفس الطريقة اللي يتعذب بيها. بس كده، قولنا ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك علشان يجيلك كل جديد. سلام.